فانا من الاخر بطلع لكم حاجات هنا، صح؟ هلا يا جماعه، عاملين ايه؟ welcome back to my channel. welcome to the first video of 60 days challenge. وده challenge اخترعته مع نفسي على ستوري على الانستجرام. فلو مش متابعيني على الانستجرام روحوا تابعوني على الانستجرام دلوقتي حالا. التشالنج ده هو ان اخر 60 يوم في السنه هنزل كل يوم فيديو، وان شاء الله ان شاء الله التزم بالتشالنج ده. فده هيبقى اول فيديو. الفيديوهات دي هتبقى هدفها ان هي ما تبقاش مش تبقى بيرفكت ولا تبقى كواليتي از ان انا عايزه اعمل كوانتيتي اكتر، وان انا ابقى كونسيستنت في الفيديوهات، وان انا اتشالنج لنفسي ان انا اعمل حاجه صعبه جدا بالنسبه لي، وهي ان انا اصور وانزل كل يوم، او مثلا اصور فيديوهين في اليوم وانزل منهم واحد تاني وانزل واحد. كل الحاجات دي بالنسبه لي شويه صعبه، بالذات ان انا I work full time job as a teacher. يس، احنا هنتكلم عن الموضوع ده بعدين، بس خلينا دلوقتي في موضوع الفيديو النهارده. بصراحه فيديو النهارده حاجات انا كنت كاتباها as notes to myself يعني عادي، بس حسيت ليه ما اتكلمش عنها في فيديو. بالمناسبه الفيديوهات غالبا اللي هتبقى توكينج وهتبقى بس بتكلم معاكم كده، غالبا هتبقى مليانه كليشيهات وحاجات كرنج. بس what do we say؟ يعني انا بصراحه محبه جدا للحاجات الكليشيهات، وبحس ان هي مهما ادمت الكليشيهات دي هتفضل صح، وهتفضل محتاجين نفكر نفسنا بيها. واول كليشيه معانا وهو ان احنا اللي بنختار طريقه تفكيرنا، وازاي نعود دماغنا تفكر بطريقه معينه. يعني ايه؟ يعني مثلا انا عارفه ان الكلام اللي معروف اللي هو مثلا انت تقدر تختار انت تفكر بسلبيه ولا بايجابيه والجو ده، بس مش ده اللي انا قصدي عليه. قصدي ان احنا دلوقتي مفتوح لنا كمية perspectives وآراء مختلفة كتير جدا جدا جدا، وعندنا الاختيار الحمد لله. حرية الاختيار ان احنا نختار ان احنا نشوف بأنهي نظارة. من الاخر احنا نعتبرها نظارات، مش كلنا بنشوف نفس الحاجة بنفس الشكل كده كده، بس احنا مفتوح لنا مثلا اليوتيوب. في يوتيوبرز كتير صح، وكلهم مختلفين، حتى لو في حد شبه التاني فهتلاقي برضو في اختلافات. ليه؟ لان النضارة بتاعت الحياة بتاعته مختلفة، فاحنا مفتوح لنا ان احنا نشوف نضارة كل واحد. وما شاء الله احنا عندنا انفلونسرز كتير، كل واحد بيشارك نضارته. انا دلوقتي في الفيديو ده بشارك نضارتي معاكم، الطريقه اللي انا بشوف بيها الحياه، الكليشيهات اللي انا بشوف بيها الحياه، الحاجات اللي فرقت معايا انا جوه دماغي. فانا من الاخر بطلع لكم حاجات هنا، صح؟ طيب احنا دلوقتي مفتوح لنا ان احنا نشوف كميه ادمغه ونظارات مختلفه، واحنا عندنا الحريه الشخصيه ان احنا نختار نشوف بانهي واحده فيهم. ف طيب احنا نختار على اساس ايه؟ بنختار على اساس اللي يفيدنا، الطريقه اللي مش تتعبنا. يعني مثلا حد بيشوف الدنيا بطريقه اللي هو ايه، ماديه اكتر، او حاسس ان هو دايما لازم يجري، لازم يعمل حاجات. الناس اللي بتقولك مش عارفه هاسل هارد والجو ده، ماشي، دي نضاره ممكن حد يحب يشوف بيها لمده معينه، بس بعد كده ما يكملش ويروح يغير النضاره بتاعته ويشوف بطريقه حد تاني. فكل ده باختيارنا احنا، فاحنا نقدر يعني عايزين نفكر نفسنا كده ان احنا نقدر نغير نظارتنا. لو احنا نظارتنا دلوقتي الطريقه اللي احنا بنشوف بيها الحياه دلوقتي مش عاجبانا، احنا ممكن نغيرها ونشوف نظارات غيرنا ونختار اي حاجه احنا عايزينها. بالمناسبه يا جماعه، احنا المفروض ان سلسله الفيديوهات اللي انا هعملها دي ما تزيدش، كل فيديو ما يزيدش عن 5 دقايق او 7 دقايق بالكتير قوي، عشان اقدر ان انا اعمله وانزله في نفس اليوم، لان الايديت بياخد مني وقت كبير لو الفيديو كبير. فبالتالي انا فكرت لو في فيديو طول مني شويه ممكن اعمله على 2 بارتس، وكده كده انتوا زي ما انتوا هتشوفوا بارت 1 وهتفتحوا فيديو على بارت 2 على طول. الفرق بس ان انا هنزله بعدها بيوم، يعني عشان انا المفروض كل يوم هنزل فيديو، فاهمني؟ anyway تعالوا ندخل في تاني كليشيه. طيب تاني كليشيه هو ان الانتماء لربنا والاسلام بشكل عام، او الديانه اللي احنا بنتبعها. بالنسبه لي الاسلام، وبالنسبه لي النضاره اللي انا شايفه بيها ان الصح هو الاسلام. ف
انا بشوف ان الانتماء لهذه الديانة وننتمي لربنا ونرجع يبقى لينا مرجع هو ربنا، ده بيريح وبيوفر على الشخص تفكير ومشقة وسنين وسنين وخبرات وحاجات كتير قوي بيوفر عليك ان انت اصلا تقعد تقول ليه وازاي وامتى وتشوف دراسات وتتابع يعني وتتابع ابحاث وحاجات كتير قوي يا جماعه. بجد انا بحس ان الاسلام بيوفرها علينا بمجرد ان هو يقول لنا اعملوا كذا، ربنا قال لنا تعملوا كذا، خلاص هنعرف ليه. مش بقول ما نفكرش، بس نعرف ليه ونعرف يعني المحاور والكونتكست والاحكام وكل ده طبعا. بس انا بتكلم في ان الموضوع بجد بيوفر علينا حاجات كتير. انا عامه كل كليشيه من الكليشيهات دي انا ممكن اتكلم عليها في فيديو واحده، بس انا هحاول ما اطولش يعني. تالت كليشيه معانا، انا طبعا انا بعدهم دلوقتي بس انا مش فاكره انا كاتبه كام بصراحه، انا كاتباهم قدامي ليست كده فهنكتشف مع بعض هم كام. تالت كليشيه هي معانا وهي ان الزمن ده بجد بجد الكتابه الجورنالينج حرفيا هي فرض علينا، مش مجرد هوايه او طريقه مثلا للهيلينج بس او وسيله للنجاح. لا، هي حرفيا فرض علينا، يعني حاجه لازمه. لان احنا لو احنا بنتكلم في ان حد مثلا ما بيشتغلش قاعد في البيت، اوكي، بيتعرض كل يوم من التليفون لكمية ستيميليشن وكمية افكار وكمية حاجات مش طبيعية. ما بالك حد بينزل الشغل او بينزل ايفنتس او بينزل بيعمل اي حاجة في العالم، الكمية الستيميليشنز اللي بيتعرض لها دي محتاج ان هو يبروسس كل الحاجات دي. طيب هيبروسس الحاجات دي ازاي؟ هيكتبها ويخرجها جواه عشان يعرف يكمل. انا مش متخيله حياتي لو انا مش بكتب هتبقى عامله ازاي. حاسه مش هعرف اكمل يوم، لان لو كل الحاجات دي جوه دماغي بس وما فضيتهاش في حته مش هعرف غالبا اتكلم مع حد، مش هعرف ان انا اعيش يعني. لكن ان انا دايما عارفه ان انا اخر اليوم في وسيله ان انا اخرج كل اللي حصل لي على مدار اليوم ده في ورقه، مش بس كمان ان انا اضطر اخرجها في شخص، ان انا يعني اغصب حد اقعده كده قدامي يسمعني ويسمع كل تفصيل عايزه احكيها. طبعا ده حاجه حلوه، بس انا بتكلم على ان تبقى دي وسيله اضمن وكمان بتبقى اريح، صدقوني. لان مش دايما الشخص اللي قدامك هيديك الرد فعل اللي انت عايز تسمعه او بتبقى متوقعه او يسمعك بالطريقه الكافيه، لان احنا متغيرين والطاقه بتاعتنا متغيره. ممكن النهارده اسمعك، ممكن بكره ما اقدرش اسمعك، عادي يعني. بس انا بشوف ان يعني الكتابه وسيله لازمه في الحياه دي. لازم كل بني ادم يبقى عنده نوت بوك بتاعته، وحتى لو الكتابه اللي هيكتبها دي هيحرقها او هيرميها بعد ما يكتبها عشان ما حدش يشوفها مثلا او اي حاجه، مع اني مش بحب كده بصراحه يعني. بس حتى لو على الاقل انتوا خرجتوا الجزء ده وعملتوا بروسس للي حصل لكم على مدار اليوم في حاجه. مش شرط كل يوم، بس لو يوم مثلا حصل فيه احداث كتير او مثلا اي حاجه، اي حاجه محتاج حصل موقف، حاجه حركتكم يعني مخكم عمال يفكر شغال شغال شغال، ساعتها دي حاجه ضروريه جدا. ما فيهاش ان ناس معينه بقى او كلتشر معينه هي اللي بتعمل جورنالينج ولازم يبقى سيلف هيلب ولازم يبقى شخص بقى انتو سايكولوجي وكل الكلام ده. يعني انا بحس ان العادي ان ممكن يكون شخص عادي جدا لازم معاه ورقه وقلم، لازم لازم لازم، مش بالتليفون بس كمان، يعني ورقه وقلم ورقه وقلم بس.